السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة كن فحلا رجوليا. من مصارع العشاق ومن فنون العلاقة الزوجية، كيف تعرف أن زوجتك ترغب في ممارسة الجنس؟ كثير من الرجال لا يعرفون شيئا عن رغبة زوجاتهن بالجماع، وأغلب الزوجات تخجل من طلب الممارسة، أو أنها تشعر أن في هذا الطلب تقليل من قيمتها أو إهانة لها، أو أن زوجها قد يسيء فهمها. لذلك يجب على الزوج أن يعرف ويفهم زوجته متى تريد الجنس وتشتاق إليه. ورد بشأن التساؤل حول موضوع: هل الاستمناء مباح أو حرام؟ أي العادة السرية حلال أم حرام؟ وحرفيا يقول العالم الداعية ذاكر نايك: في كل جلسة أو مناظرة أو محاضرة يسألني أحدهم هذا السؤال، وكنت أتجنب الإجابة عن هذا السؤال، لكنني قررت اليوم أن أجيب عن هذا السؤال. فيما يتعلق بالاستمناء، هناك علماء الإسلام كانت لهم آراء مختلفة، لكن الأغلبية العظمى أقروا أنه حرام، وعدد كبير أقروا أنه مكروه، وهناك عدد كبير يرى أنه مباح. وعندما جاء في تفسير هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قال إن رأيه في ذلك أنه مكروه وليس بحرام. كن فحلا رجوليا، ولا تبخل بالاشتراك في القناة والضغط لايك ونشر الفيديو قدر المستطاع. الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.